تحدثني إحدى الفتيات فتقول: كانت لنا جارة راقصة ترقص في الأفراح، وكانت مشهورة والعياذ بالله بالمعاصي وسوء الخلق، وكان زوجها غير غيور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ديوث، والديوث الذي يرضى بالفحش في أهله ولا يغار على عرضه. كانت حياة تلك الراقصة عجيبة غريبة، فقد كانت لا تعرف الصلاة أبدا، وكنا نحن الجيران في عاداتنا نزور بعضنا في الأعياد والأفراح. وفي يوم من الأيام دعيت إلى فرح وعرس صديقة لي، وكانت تلك الصديقة صالحة، إلا أن والدها كان عاصيا وأصر على أن يأتي براقصة في عرس ابنته. وجاءت جارتنا تلك وبدأت ترقص على المسرح وتغني وتتعرى، فتركت الفرح وخرجت خارج صالة الأفراح أتحدث مع بعض صديقاتي، وفجأة سمعنا صراخا عجيبا، فدخلت إلى الصالة وإذا الراقصة ساقطة على الأرض متعرية. شمعت عمري وانتهى يومي وشهري، قد رحلت بلا إياب نحو أكفاني وقبري. فدخلت إلى الصالة وإذا الراقصة ساقطة على الأرض متعرية، وإذا الناس حولها متحلقون. فقالت إحدى النساء: أنا أعرفها، إنها تذوب من شدة الرقص، فزيدوا لها في الموسيقى وسوف تفيق. فزادوا في الموسيقى وبقيت الراقصة على حالها ولم تفق. عندئذ جاءت إحدى الطبيبات الحاضرات وأخبرتنا أنها ماتت. المصيبة ليست في هذا يا شيخ، بل إننا لما جئنا نغطيها والله كان الغطاء ينزلق من على جسدها فتتعرى مرة أخرى، لدرجة أنهم استدعوا زوجها وحاول أن يغطيها بيديه، لكنها كانت تتعرى فتظهر عورتها. عندئذ بدأ الناس يبكون، وانقلب الفرح إلى مأتم والعرس إلى عزاء، وحملت تلك الراقصة إلى المستشفى. وكنت في مغسلة الموتى مع إحدى الأخوات، فقد رفضت المغسلات الصالحات أن يغسلن هذه المرأة العاصية، والله بعد أن غسلناها يا شيخ لم نستطع تكفينها، فكلما وضعنا القماش سقط، فربطناها بشدة وقوة وحملت في سيارة الإسعاف إلى المقبرة ودفنت ولم يصلي عليها أحد. بالله عليكم قولوا لي، لماذا تموت مسلمة على هذا الحال؟ لماذا تودع الحياة على غير شهادة التوحيد؟ لماذا تموت على خاتمة غير حسنة؟ لأنها عاشت على غير طاعة الله جل وعلا. يا عظيما في علاه مد قلبي بالحياة، وامح يا رحمن وزري أنت تغفر للعصاة. عشت في الدنيا حزينة كم شكت مني الصلاة، مصحفي مل ابتعادي عنه في كل اتجاه. في حمى الشهوات ضعت سرت في درب الغواه، ينقضي ليلي بذنب فوق شاشات أراه. قالت الفتيات أنت هل تريدين الحياة؟ قلدي تيك الجميلة واخلعي عنك العباه. ثم طرت بلا حياء للهوى أقفو خطاه، أطلق الطرف كحيلا أو أصاحب كل لا. لكن اليوم إلهي تبت في ليل القساه. قد علمت الآن حقا كيف ترتاح الفتاة، إنني لله أسعى أرتجي منه رضاه. زفرات الصدر قالت يا رباه. بكت أمي علي وأنا عالي صوت داري، تحت ترب الأرض بت أشتكي من ثقل وزري،